السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يمكم جميل بإذن الله. إن شاء الله كامل تكونوا بخير. خواتاتي الغاليات متابعاتي الوفيات، اليوم راح نديروا مع بعض الوصفة هذه تاع اللحم. إذا مازال عندك اللحم ننصحك أنك تنوضي ديريها، تجي بزاف هايلة. سورتو الناس اللي ما تحبش توابل في اللحم وتحب اللحم بالبنة تاعو الطبيعية، نقول لكم عليك غير أنك تشوفي الفيديو هذا من الأول للأخير وراح تتحصلي على اللحم يجي ما شاء الله كامل، ما فيش هذيك البنة تاع لي زيبيس، يعني راح تاكلي اللحم في اللحم. هذا مكان نروح مباشرة مع بعض. شوفوا راح نحضر وصفتنا لنهار اليوم. كما قلت لكم وصفتنا اليوم سريعة جدا. جيبي طروفة تاع اللحم تاعك حسب عدد العائلة ولا حسب ما حبيتي، كما راهم يكون مغسول اللحم. وش راح نديروا له؟ راح نديروا له الملح فقط. كاين بزاف ناس اللي ما تحبش اللحم بلي زيبيس، كاين الناس عندها مشاكل في الاستوما، يعني في المعدة، في المصران، يعني ما يحملوش التوابل بزاف. وفي الأصل أصلا يعني اللحم يجي بلا توابل، يعني اللحم بنتو منه فيه، يعني يجي غير بالملح فقط، ملح وشوية تاع إكليل الجبل. هذا مكان يعني اللحم ما يحتاجش توابل بزاف. هنايا في لاكوكوت راح نحط هذيك تاع الطروفة تاع اللحم بعد ما درنا لهم شوية تاع الملح، وراح ندير عليهم كاس تاع اتاي، يعني هذاك صغير دوك تشوفوا معايا، تاع الماء فقط. اذا كان اللحم كونجلي يعني جبتيه من الكونجيلاتور ما ديريلوش الماء كامل، يعني هذاك التجميد تاع اللحم هو اللي راح يطلق الماء. اذا كان كيما هكذا يعني مدي كونجلي ولا مازال ماشي مدي كونجلي كامل، ديري له هذاك الربع كاس تاع الماء. اغلقي لاكوكو تاعك وحطيه على نار قليله جدا، يعني النار هذيك تكون اقل من القليله، وخليه يعني اغلقي عليه لاكوكوت وخليه ساعة كاملة. بعد انتيا بعد 45 دقيقة افتحي عليه. اذا لقيتي اللحم تاعك مازال ما طابش، يعني كاين بزاف اللحم يكون يابس ولا مش طيب مليح، زيدي اغلقي عليه خليه يكمل ساعة. اذا كان اللحم طري راح يطيب. انا هنا 45 دقيقة كان طاب زبدة. هذا هو الفيديو تاعي معكم النهار اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه والى اللقاء.